كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. احنا دلوقتي رايحين عزبة ابو قليان في محافظة القليوبية. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزالك كل خير. انت فاعل خير، اقل شيء في ايديك يبان لك صغير، بيكون له في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزالك كل خير. انت فاعل خير، اقل شيء في ايديك يبان لك صغير، بيكون له في قلب الناس تأثير كبير. مد ايديك معايا، مفيش مقدرش مفيش كفاية، فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك، يملى الدنيا نور ويجيلك، واللي النهاردة قدمته راجع بكرة ليه. ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل، ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح، ده اللي في ايدنا يومين ورايح، لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. عمر الخير ما كان بينقص حد حاجة وياخد منه، ولا قلل شيء في يوم، بالعكس ده زحمة الأيام ما بتنسيش الناس أجمل ما فيها، ولا بتخلينا نتوه عن بعض يوم. مد ايديك معايا، مفيش مقدرش مفيش كفاية، فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك، يملى الدنيا نور ويجيلك. كده احنا الحمد لله خلصنا افطار يوم 27 رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هننزل بقى نوزع الحاجات الجميلة ديت. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. احنا دلوقتي رايحين عزبة ابو قليان في محافظة القليوبية، عشان عارفين اماكن هناك الحمد لله نقدر نوزع فيها الوجبات ديت للناس اللي تستحقها. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. كده احنا خلصنا الفطار النهارده بتاع 27، وان شاء الله بقى نشوفكم بقى السنة اللي جاية ان شاء الله في افطار جديد. وحابب اشكر طبعا امي ست الكل، هي اللي تعبت النهارده في الحاجات دي. وعايز اشكر كل اللي شاركوا معانا النهارده في الافطار. ربنا يبارك لكم يا رب ويجازيكم خير. وشكرا لكل اللي ساعد في اي حاجة حتى لو بسيطة. كل سنة وانتم طيبين.